السلام عليكم من مطبخ مينا. جبت لكم انجح وصفة البغرير، يجي خفيف هشيش البنات وسهل، في 5 دقايق يكون واجد. البنات جربوا كما على بالكم دخول المدرسة وليداتنا يجوا جيعانين يحبوا قهوة بحاجة، ديروه لهم يجي خفيف متقب، يجي كي الشهدة. البنات جربوه شوية حسيلة فيه يجي ما شاء الله. وانا قلت لكم دقيق اللي نستعمل في المعجنات تاعي، نستعمل دقيق ماما. المعجنات سوا المحاجب سوا الخفاف قاعدك نستعمل دقيق ماما. نبداو البنات على بركة الله وبسم الله. انا عندي 3 كيلو من الدقيق، رقيق كامل، تخيروه الرقيق قاع صيروه، انا صيرته. نضيف 3 كيسان. بعدها عندي مغرف كبيرة خميرة تاع الخبز، بعدها نضيف مغرف كبيرة سكر، بعدها نضيف قريصة تاع الملح، نضيف مغرف صغيرة لافاني. نجمع الخليط تاعي ونضيف له حبة بيض. عندي الكاس اللي كيلت به دقيق، كيل به 3 كيسان تاع الماء دافي. عندك 3 دقيق ب3 كيسان ماء دافي. نضيف الماء، بعدها نضيف مغرف صغيرة تاع الخل في هذه المرحلة يستعملنا كمحسن. نخلط الخليط تاعي بالفوي مليح حتى يتجانسوا المكونات مع بعضهم. بعدها نحكم بغا ميكسور ولا طاست اللي عندك باش تخلطي به حوالي 3 دقائق وانتي تميكسي. انا عندي بغا ميكسور، حكمت به خلطت بيان حتى يطلع لي الرغوه، حتى تصبي الرغوه كاع تطلع من الفوقه باش تحبسي كما راكم تشوفوا راني ندير. بعدها نضيف عندي باكي لاليفر نضيفه في هذه المرحله ونزيد نخلط حوالي دقيقه تاني كما راكم تشوفوا. نخلط مليح بالميكسور تاعي. هنا راه واجد. نغطي عليه ونخليه حوالي 5 دقائق يريح. من جهه الاخرى نوجد المقلاة تاعي، درت لها شويه زبده ونفرغ الخليط تاعي. هنا النار خليتها قويه، خليها قويه حتى يتقبلي كاع البغرير تاعي مليح. بعد ما ينتقب نقص لها ونخليها يحمر بالعقل من تحت. بعد ما حمر لي وجد البغرير تاعي نروح نوجد الحسيله تاعو. انا في كسرونه درت مغرف زبده وضفت لها 2 مغارف احسل، ندوبهم ونسقي بهم البغرير تاعي. البنات جا ما شاء الله، جربوه وانتظروني في وصفات اخرى.